يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم وياكم قناتكم الاولى الخاصه بالبلابل. اذا ما مشترك اشترك، لايك الفيديو يوصل لك اي شيء جديد محدثكم على الساعه. فقره من الالف الى الياء نزلت لكم الحلقه الاولى تخص انه شو نسوي البلبل الوحشي اول يوم له يمنا حتى نسيطر عليه وما نخليه يتمرض او يموت. الحلقه الثانيه هسه راح تخص شلون نحكيه للبلبل الوحشي. اقصد بنحكيه انه مو اخليه يقرا لسانات، لا، لانه هذا خام وحشي، هذا صيد جديد. هذا من نقصد نحكي مثلا يقرا لسان، نص لسان، اول عزله، صياح فقط. المهم يعني احنا شو نسميه حكى الطير بدا يفتح. اوكي، اول فتحه. انا دائما هاي اكتب لكم اياها المصطلحات بالفيديوهات اللي انزلها على الخامات الوحشيه. هذا الطير هوايه اكو شباب شعبانهم انه من يجيب البلبل الوحشي جابه خلاه منه قام يقرا قدامه ويغرد قدامه طبيعي. لا صديقي وعزيزي، هذا له مراحل. انا بديت انشر لكم هاي المراحل خطوه خطوه، ابقوا ويانا حتى نعرف شو نسوي له. البلبل الوحشي مثل ما تعرفون انت هذا اليوم جاي من بيئه بريه، ما شايف بشر، ما شايف بيوت، ما شايف قفص، فلازم نتصرف وياه بطريقه بهدوء حتى نقدر نحصل من عنده اعلى مستوى. هذا بالبدايه ما راح يقرا قدامك، لازم تعزله بمكان وحده، تعزله بمكان وحده. مثلا اذا تريد بداخل البيت، اذا عندك مخزن فوق مثلا او بالبيتونه بس يكون قريب على الشباك، هذا مكان كلش حلو. اذا عندك مكان بالطرمه يعني خارج البيت بس مكان شنقال عالي وتعلقه هم حلو. اذا عندك مكان بالسطح هم تخلي مكان عالي هم اوكي ممتاز، هذا المكان تقدر تخلي بيه وتتركه. شو تسوي؟ تبدي تشغل له اصوات بلابل وحشيات. شغل له اصوات بلابل وحشيات، ما تشغل له صوت طور. هسه هم راح اجيكم الفرق بين الطور وبين الوحش، لان هوايه يسمون الطور وحشي والوحشي طور. ما تشغل له صوت طور وحشي جالس، ما تشغل له صوت اليف عندك، لان هذني غلط. هذا الطير وحشي. هذا شلون نقول، اذا بالدرجات فهو اقل درجه. هذا ما يصير نجيب درجه اعلى من عنده حتى نخليها قباله ونخليه غرد. بالعكس هنا الطير راح ينخلس، احنا راح يندقر يسكت. ما يصير تجيب له اليف وتخليه يسمع 24 ساعه، او تخليه قريب من عنده، او تخليه على طور. ذاك راسا راح ينصقر هذا الطير. هذا الطير بعد ما راح ينفتح. هذا الوحشي لازم بالبدايه ينحط بمكان وحده، ماكو طير قريب عليه، ما يسمع بلبل اليف، ما يسمع بلبل طور. اذا اكو فقره تسويها بعد احسن، راح تكون تجيب لك 2 خامات. يعني فد مره من تشتري مثلا او تجيب لك 2 خامات نفس المستوى اثنيناتن، واحد بعيد عن الاخ، واحد ما يشوف الاخ. هذني كلش حلوه هاي الشغله، لان ذني نفس المستوى نفس القوه، واحد راح يحكي الاخ، واحد راح يشجع الثاني. اوكي، ما عندك امكانيه تشتري 2. انا يوميا دا انزل لكم مخاليف وحشيات اول عزله، من تقرا خام اول عزله هذا يعني نفس المستوى مالته، تشغل له الصوت مالتهن. هذا يفتهم هاي اللغه مالتهن، لان ذني خايفات مثله، وهو خايف. هو ايش راح يصير؟ راح يحاول يبرز روحه عليهن، فرح راسا يجاوبهن، راسا راح يفتح. هاي نسميها احنا الفتحه الاولى. هاي مو لسانات، كأن يكون نص لسان، او يجوز لسان كامل بس لسان خوف، لسان سريع، او صياح. هاي هنا احنا عبرنا مرحله انه فتح الطير بالقفص. من يفتح الطير عندك بالقفص؟ اوكي، طبعا احنا المصادر قلت لكم احنا 2 البلابل الوحشيه مصدرين نجيبهن، ونفس الشيء البلابل اذا تريد تتاكد منه فاتح او لا هم عندك مصدرين. يعني اما تاخذه انت ما سامعه، وهذا هنا راح يبقى انت وحظك بعد، لو يفتح عندك بالقفص لو ما يفتح. يعني توقع انه اكو بلابل وحشيه تقفل بالقفص ما يفتح عندك، يعني يطول فتره. لو انت اصلا ماخذه مسموع، اذا ماخذه مسموع يعني سامعه وماخذه، هذا في الشيء ممتاز، يعني لان هنا انت مأمن الطير. الطير حكايه احنا نسميه. المهم شلون تخليه يفتح عندك؟ مثلا هسه اني خاله هنا بالسطح، اوكي، تشوف انه ماكو احد يمه، السطح فارغ. من الباب هنا او من الشباك تشغل المقطع مال المخاليف الوحشيات بصوت ناصي، بس يكون الجام مظلل حتى ما يشوفك. تشغل المقطع عالي ناصي ما ياثر، هذا الشيء طبيعي. يعني من تشغل له الصوت راح يبدي هو يفتح عندك. يجوز اول مره ما يفتح، يجوز ثاني مره يفتح عندك، عادي. يعني لازم تصبر على هذا الموضوع. من يفتح عندك الطير كرر الموضوع عليه مرتين 3، بعدين تبدي شو تسوي؟ تغير مكانه وتشغل له اصوات البلابل، راح يبدي يغير بالصوت مالته. هاي احنا نسميها هنا اول فتحه وانتهى الموضوع مالته. بعدها راح يبدي يصعد. انتظرونا بالحلقه الجايه.